ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نتكلم النهارده مع بعض على في حد كان سألني كذا حد على ازاي ناخد كورس جلد الطبيعي. نشتغل فيه ويكون التكلفة أقل من التكلفة المعروضة على الصفحات. يعني أنا كنت بشوف صفحات وفي ناس بعتتلي اللي هي التكلفة بتبقى عالية، بتوصل لآلافات، يعني 3000 4000 5000. أنا الصراحة اتصدمت، وفيه أعلى من كده بكتير. ففي ناس بعتت لي قالت لي عايزين نعرف يعني ازاي اخدت الكورس، يعني اخدتيه فعلا بالاسعار دي. فانا اقول لكم تجربتي انا ازاي اخدت الكورس الجلد الطبيعي. انا طبعا اخدت كورس الجلد الطبيعي. المبادئ بتاعته اللي هي ازاي اعمل محفظة، المحفظة اللي هي العادية، ازاي اعمل الكاراتة، ازاي اعمل بورتوفيه، ازاي اعمل شنطة اللي هي الايه المقاسات، ازاي اعمل الباترون كده. دي الاساسيات. وبعد كده انا كملت من اليوتيوب. انا اخدته عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، عن طريق الاسر المنتجة. اي حد يقدر اللي هو يعمل سيرش على الفيسبوك، يكتب مثلا الاسر المنتجة، مثلا محافظة اسكندرية، او ممكن تتوجهي لمديرية التضامن الاجتماعي تبع محافظتك وتسألي على مكتب الاسر المنتجة. روحي اسألي بقى انا عايزة اخد مثلا كورس جلد طبيعي، كورس خياطة، كروشيه. الحاجات دي كلها يعني الاسر المنتجة الصراحة بتبقى مفيدة جدا، ان هي بيبقى فيها حاجات كتيرة قوي، مش بس جلد او خياطة او كده، في انواع الكورسات كتيرة. اي حاجة تخطر في بالك. يعني احنا عندنا مثلا في لحد المعجنات يعني حاجات كتيرة، المفارش، الخياطة، الكروشيه، الريزن. حاجات كتيرة قوي اللي هي الميداليات اللي بتتعمل بالصلصال الحراري. الحاجات دي كلها يعني اسهل حاجة ان انتوا تروحوا مديرية التضامن الاجتماعي، او تقدري تعملي سيرش وتطلعي بقى اقرب اسر منتجة ليكي ايه. انا كنت واخده الكورس المستوى ب100 جنيه. بس الكلام ده كان من 3 سنين. بس انا تهيألي ما فرقتش الاسعار كتيره، يعني لان هي يعتبر بتبقى مجانيه. انتي بتاخدي المستوى، انا كنت واخداه ب100 جنيه، معرفش الاسعار دلوقتي ايه. بس هي الاسعار بتاعتهم بتبقى مخفضه جدا، يعني ممكن تلاقيها هي نفس السعر يعني. هي بتبقى مساعده للستات اللي هم في البيوت، اللي هم يقدروا اللي هم يشتغلوا، اللي هم يصنعوا. حتى لو انتي معاكي شهاده، حتى لو انتي معاكي شغل انت خاص بيكي، يعني بتشتغلي في مكان خاص او حكومي او كده، بتبقى الصنعه زيها زي الشهاده، سلاح في ايدك. اللي انتي حصل مثلا قعدتي من الشغل لا قدر الله، حصل اي ظروف عندك، اللي انتي ده انا معايا صنعة، ده انا بقدر اخيط، انا عندي مكنة في البيت ممكن اعمل ملايات مثلا، ده انا بعمل شغل جلد طبيعي، ممكن اعمل محافظ، اعمل ميداليات. وعلى فكرة برضو عايزة اقول لكم الميداليات والمحافظ رزقها واسع قوي قوي جدا جدا يعني. زي ما انتم شايفين كده الميداليات اللي انا كاتبه عليها الاسامي دي، يعني ما شاء الله اشتغلت فيها كتير قوي. اول ما اشتغلت ولا زلت برضو بعمل فيها اللي هي الاسماء الخاصة. هدية مثلا، حد عايز يعمل يحطها في وسط هدية، او ممكن مثلا بورتفوليو مع الميدالية، محفظة ومع الميدالية عليها الاسم. بتبقى دي كان شغلها ما شاء الله، كان رزقها واسع قوي يعني. اللي هي الحاجات الصغيرة دي، الكراتات، الحاجات دي بيبقى رزقها الحمد لله، يعني رزقها واسع. فهي بس الموضوع عايز ان انتي تبقى تشغلي دماغك وكده في الشغل، ان انتي تشتغلي في الحاجات الصغيرة في الاول، لحد ما تدربي كويس على الحاجات اللي هي الاكبر. لو لقيتي ليها سوق الحاجات اللي هي الاكبر سوقي فيها، ان هي بتبقى مثلا التكلفة بتاعتها عالية غير الحاجات الصغيرة اللي انت تقدري تسوقيها ايه بسهولة. بس دي تجربتي مع الكورس الجلد الطبيعي تبع وزارة التضامن الاجتماعي، اللي هي تبع الأسر المنتجة. هي الأسر المنتجة الصراحة هي عاملة شغل كتير قوي، وفي ناس كتيرة أخدت الكورسات، إذا كان خياطة أو جلد طبيعي أو أي نشاط، بيقدروا اللي هم يشتغلوا، يبقى عندهم ايه اكتفاء ذاتي. اللي هم يقدروا يشتغلوا، يعني يصرفوا على نفسهم. مش تضطري ان انتي تطلعي بره، في ستات كتيره ظروفها ما تسمحش ان هم يطلعوا بره.